السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ادعى رئيس تحرير صحيفة ماركا الإسبانية أن الأيقونتين الأرجنتينيتين ليونيل ميسي وأنخيل دي ماريا في طريقهما للانتقال إلى الهلال السعودي، وسيصل عقد اللاعبين مع باريس سان جيرمان وجويونتيس إلى نهاية هذا الصيف. وقال رئيس التحرير في تصريحات لبرنامج ملعب SBC السعودية متأكد من قدوم ميسي للهلال رفقة دي ماريا وسيرجيو بوسكيش وبنسبة 95%. وأضاف والد ميسي والمحيطون به أكدوا أن الرجوع لبرشلونة معقد جدا، كما انفردت في قصة انتقال كريستيانو رونالدو للنصر، مؤكدا أن ميسي سيرتدي قميص الهلال بنسبة 95%. وأضاف رئيس تحرير صحيفة ماركا: سيصل الدوري السعودي الخماسي ليو ودي ماريا وبوسكيش وأندريس إنيستا وجوردي ألبا. أما رونالدو فمستمر مع النصر لأنه مرتاح في السعودية، وشائعات رحيله غير صحيحة بتاتا، والنصر سيتعاقد مع لاعبين كبار آخرين. كما أضاف أن كريم بنزيما قريب من الاتحاد، لم يوجد عقد مع ريال مدريد حتى الآن، ومصيره سيتضح خلال 10 أيام. كما وصل ألفارو موراتا عرض من السعودية، وهو ينتظر قرار أتلتيكو مدريد حول بقائه أو الرحيل. شكرا على المتابعة وحسن الإصغاء، وإلى اللقاء.